جبت لك اخر ما توصلوا به العلماء ديال البشره المختصين في الحبوب، وهو الاستعمال ديال جوج مكونات اساسيين في اي سكين كير اللي كتعالج الحبوب. هما نيت اللي خدمنا بهم في بيو في لا كريم اونتي اكني ديالنا اللي هما النياسيناميد ولاسيد ساليسيليك. اجي نشوفوا دابا اشنو كيدير النياسيناميد. النياسيناميد ما كيخدمش غير في السطح ديال البشره، بل كيخدم في مستويات بيولوجيه اعمق. كينقص من انتاج تريغليسيريد والفاتي اسيدز داخل الغدد الدهنيه. خاصكم تعرفوا بان النياسيناميد هو مضاد التهاب جزيئي، كينقص من افراز الجزيئات الالتهابيه بحال الاي ال 6 والتي ان اف الفا، وهذا الشيء كينقص من الالتهاب داخل الحبوبه. وثالث حاجه كيقوي الحاجز ديال البشره لانه كيحفز انتاج لي سيراميد والاحماض الدهنيه الاساسيه، وهكا كتبقى لينا البشره مرطبه وما كتكونش جافه. الا بغيتي توصلي بواحد الملف صوبته خصيصا فيه جميع التوصيات ديال اخر الدراسات ديال الناس الاختصاصيين في الحبوب، كتبي لي دليل في لي كومونتير وانا نصيفطو لك في الخاص.